إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمده سبحانه فهو أهل للحمد وهو أهل للثناء والمجد، وأثني عليه الخير كله سبحانه لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم صل وبارك عليه في الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اختفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الصائمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا مع هذه الدروس الرمضانية المباركة ونحن في خواتيم شهر رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم على موضوع من المواضيع التي لها علاقة ماسة بالصائم، وخاصة وهو يجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى في رمضان. يتعلق الأمر بموضوع التوبة. التوبة من المواضيع الأساسية والجوهرية في رمضان، فكثير من المسلمين تجدهم مقصرين قبل شهر رمضان، فإذا أقبل شهر رمضان عادوا إلى الله سبحانه وتعالى وصححوا ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر طبيعي أيها الصائمون، لأن كثيرا من المسلمين تجده ربما يعصي الله سبحانه وتعالى في غير رمضان، فإذا جاء شهر الطاعات والقربات اجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالأصل أيها الأحبة في الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى للتوبة قبل رمضان وهم ثابتون على صراط الله السوي المستقيم أن يحذروا من الاغترار بطاعاتهم وقرباتهم، لأن بعض الصائمين أو بعض المسلمين تجده يصلي قبل رمضان وكأنه أفضل من الشخص الذي تاب في رمضان. يقول ابن عطاء الله السكندري في حكمه العطائية: رب معصية ولدت ذلا وصغارا خيرا من طاعة ولدت غرورا واستكبارا. فبعض المسلمين تجده ربما يجتهد في الطاعات وطاعاته ربما غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، يعتريها كثير من الرياء. وتجد ذلك العاصي الذي ربما تاب الله عز وجل عليه في رمضان يستشعر التقصير ويستشعر الذل والمهانة بين يدي الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يتقبل ذلك العاصي، ذلك الذي تذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى وأقر بذنوبه ومعاصيه، ولا يقبل الله عز وجل عبادة ذلك المغرور الذي ينظر إلى نفسه بأن له مرتبة عليا عند الله سبحانه وتعالى على غرار ذلك التائب في رمضان. فعلينا أيها الصائمون أن نعتقد هذا الأمر الجلل والمهم. كل واحد يعبد الله سبحانه وتعالى، سواء المجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى لا يدري أأعماله تقبل عند الله سبحانه وتعالى أم لا، وأيضا ذلك العاصي ربما ذله وصغاره بين يدي الله سبحانه وتعالى تجعل الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. فكلاهما عليه أن يستشعر هذا الأمر، أن مسألة القبول عند الله سبحانه وتعالى مسألة أخرى. فابن عطاء الله السكندري يقول: ربما فتح لك باب العمل ولم يفتح لك باب القبول. فكلا المسلمين، يعني الذي اجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى قبل رمضان وهو ثابت على الطاعات وربما طاعاته يعتريها كثير من الرياء غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، فعليه دائما مهما اجتهد في الطاعات أن يستشعر التقصير. وأيضا على المسلم الذي تاب في رمضان أن أما بعد،
أيها الصائمون، سنتكلم اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى أيضا عن المواضيع المهمة والتي لها علاقة بمدرسة الصيام. الله عز وجل في القرآن الكريم قال وتكلم عن الغاية من الصيام فقال يا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فلم يقل لعلكم تأكلون ولم يقل لعلكم تشربون. فكثير من المسلمين أو المسلمون أمام مدرسة الصيام صنفان: صنف تألم قبل رمضان واستشعر الذل بين يدي الله سبحانه وتعالى أن يوفقه الله عز وجل وأن يبارك له في أوقات رمضان وأن يجتهد أكثر وأكثر في نيل القربات والطاعات عند الله سبحانه وتعالى، فله برنامج محكم من أجل أن يصل إلى مقام التقوى. وهذا نسأل الله عز وجل أن يثبته بعد رمضان، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.